10 حاجات خليهم في يومك لمده 21 يوم، وان شاء الله هتلاحظ ان حياتك بتتغير تماما للاحسن. صدقني زي ما بقول لك هتتغير تماما. اول حاجه مهمه جدا هي الفروض الخمسه في وقتها. لو تقدر تصلي سنن ما بعد الصلاه يبقى عظيم جدا، ما تقدرش اكتفي في البدايه على الاقل بالخمس فروض، اهم حاجه تكون في وقتها. تاني حاجه مهم يكون ليك ورد من قراءه القران، مش مهم قد ايه، المهم يكون ليك ورد ثابت في ميعاد محدد. اقرا لو حتى صفحه واحده في اليوم، اقرا لو حتى ايه واحده في اليوم، المهم يكون ليك ورد ثابت من القران. تالت حاجه مهمه جدا وكتير مننا للاسف بيغفل عنها، كتير مننا بيسهر لمنتصف الليل. مش مطلوب منك غير انك قبل ما تنام تتوضى وتصلي ركعتين بس، ركعتين بس قيام لليل على الاقل. لو حابب تزود ده طبعا يبقى عظيم جدا، مش قادر يبقى هم الركعتين بس التزم بيهم. خلي ليك روتين قبل النوم انك تتوضى وتصلي الركعتين دول وبعدين تنام على وضوء وعلى طهاره. وخلي بالك لو عملت كده في ملك هيفضل يدعي لك طول الليل، ويبقى عظيم جدا لو تقرا سوره الملك واخر ايتين من سوره البقره. رابع حاجه صلاه الضحى عشان تاخد ثواب 360 صدقه. خامس حاجه مهمه جدا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، مش اقل من 100 مره. لو حابب تزود وتخليهم 200 عظيم جدا، اكتر من كده عظيم جدا. على فكره الموضوع مش هياخد منك اكتر من دقيقتين بالكتير. خلي الاساس بتاعك هو 100 مره، لو حابب تزود عظيم جدا، مش قادر اكتفي او التزم فقط بال100 مره. سادس حاجه لا حول ولا قوه الا بالله. صدقني مهما قلت لك الذكر ده ممكن يغير حياتك ازاي مش هعرف اشرح لك، فاعملها وجرب بنفسك، بس اهم حاجه يكون مش اقل من 100 مره في اليوم. وزي ما قلت لك عايز تزود عظيم جدا، مش قادر التزم فقط بال100 مره، برضو مش هياخدوا منك، مش هياخدوا دقيقتين والله. سابع حاجه الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر، تقولهم مش اقل من 100 مره خلال اليوم. تامن حاجه ورد استغفار يومي. لو حبيت ان انا اتكلم في موضوع الاستغفار وقد ايه هتشوف اثره على حياتك وعلى نفسيتك، محتاجين ان احنا نتكلم حوالي ساعتين ثلاثه. المهم دلوقتي انك تلتزم بانك تستغفر مش اقل من 100 مره، والافضل انك توصل ل 1000 مره. مش هتقدر توصل لل1000، التزم فقط ب100 مره. تاسع حاجه سوره الاخلاص، هتقرا سوره الاخلاص 3 مرات عشان تاخد ثواب قراءه القران خلال اليوم ده، يعني انت هتبقى كانك بتختم القران كل يوم. عاشر حاجه واخر حاجه التزم باذكار الصباح والمساء واذكار بعد كل صلاه. ال10 حاجات دول لو قدرت انك تحولهم لعادات في حياتك وتخصص لكل نقطه من ال10 دول وقت محدد تعملها فيه، صدقني انت هتشوف بنفسك لو عملت كده حاجات كتيره جدا هتتغير في حياتك، بل ان حياتك كلها هتتغير تماما. وفي الاخر لو بتدور على ثواب اكتر من كده فانشر الفيديو ده عشان انت كمان يكون لك نصيب من ثوابه. فده